بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في الدرس الثالث من دورة HTML. في هذا الدرس نتطرق إلى كيفية التعامل مع النصوص. كنا في المثال السابق قد قمنا بإنشاء صفحة بسيطة، وسنعتمد على المثال السابق في درسنا هذا والدروس القادمة. نقوم بنسخ الملف السابق وتعديل اسمه، نسميه مثلا page 1. إذا كان هذا ما قمنا بالوصول إليه في المثال السابق من الدرس السابق. وقمنا بإظهار نص بسيط. الآن سنعمل على تعديل لون الخلفية، وتعدل بواسطة العنصر BGColor الذي يوضع داخل الوسم body. وهنا قمنا بالإشارة إلى أن اللون أحمر، وهناك طرق أخرى لتحديد الألوان. سواء بالاسم الإنجليزي أو بالطريقة التالية، أي دياز وكود اللون. هنا حددنا لون آخر. إن هكذا يتم تعديل لون الخلفية. الآن سنكتب نص بسيط، مثلا text. وسنتطرق إلى بعض الوسوم، مثلا لوضع النص في الوسط نستعمل الوسم center، أي كلمة center بين أكبر وأصغر. هكذا يتم وضع النصوص في الوسط، سواء نصوص أو صور. الكلمة الأولى مثلا نجعلها bold، لاحظ إذن bold. الكلمة الثانية سنجعلها italic، أي مائلة. والكلمة الثالثة سنجعل تحتها سطر. إذن الكلمة الثالثة تحتها سطر، والكلمة الثانية مائلة، والكلمة الأولى bold. كما تتابعون. ولتغيير لون النص نستعمل الوسم font، وبداخله الخاصية color، ثم اللون، وننتهي ب /font. إذن اللون أحمر red. لوضع كل كلمة في سطر نستعمل بئر كما رأينا في الدرس السابق. إذن كل كلمة في سطر. إذا نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.